من هم حولك قد يكون فيهم من الحاجة والعوز، لكن تمنعهم العفة من أن يعرضوا وجوههم عليك. فلا تعرض من هم حولك إلى ذل السؤال. شفتوا الفائدة يا إخوان؟ مرات يكون لك جار محتاج أو أحد من أقربائك، يصير يلمح يجيب يحاول وأنت متنح ما تفهم، يحاول يوصل لك حتى بصراحة ولا يجد منك اهتمام، ماكو فايدة. حتى المأمون الخليفة العباسي جاء أعرابي قال: يا أمير المؤمنين إني أريد الحج. قال: الطريق واسع. فقال الأعرابي قال: ولكني لا أملك النفقة. قال: سقط عنك الحج. قال: يا أمير المؤمنين جئتك مستعطيا لا مستفتيا. فضحك المأمون وأمر له بعطاء. فاليوم ليش نحن نحط لمن هم حولنا نضيق السبل عليهم لين يذل نفسه ويعرض وجهه عليك؟ عطني صراحة. لا، مفروض أن تبادر. ولذلك ماذا قال أبو هريرة؟ قال: فعرف ما بي وجهي ونفسي. هل عرض صلى الله عليه وسلم إلى ذل السؤال؟ لا. قال: يا أبا الحق. ما تكلم، ما نطق. أبو هريرة ما تكلم بكلمة، ما قال تراني جائع وعرضت على أبو بكر وعمر. لا، قال: فعرف ما بوجهي ونفسي، ثم قال: يا أبا الحق بي.